مساء الخير. معنا شوية أسهم جات لي في التعليقات عايزين نحللهم مع بعض. أنا بالنسبة لي في عندي هنا هبوط كان حاصل، بعد كده الهبوط ده بدأ يمشي عرضي وبعد كده اتحول لصعود. في عندي المنطقة العرضية اللي هنا دي ادي قاع والتاني والتالت وفي هنا برضو قاع. فاحنا عندنا المنطقة دي كده منطقة عرضية اهي. المنطقة العرضية دي السعر طلع من عندها. طيب هيوصل لحد فين؟ المحتمل ان هو يوصل لحد منطقة المقاومة اللي هنا الاول قبل ما يحصل تصحيح، او ممكن يحصل تصحيح دلوقتي. يعني عملية الشراء على المدى البعيد هو صاعد، ولكن خلينا نبص بقى على المدى القريب. الوضع عندنا ايه؟ هل هيبقى فيه هبوط ولا لا؟ بصوا كده معايا. انا لحد دلوقتي عندي السعر اهو صاعد، خلينا نمثله اهو صاعد، وبعد كده نزل وصاعد، بعد كده نزل وصاعد، بعد كده نزل. فهو السعر بتاعي دلوقتي يعتبر في منطقة تصحيحية. شايفين المنطقة دي؟ المنطقة دي أنا بقلق منها شوية، لأن ممكن السعر يبقى خلص صعوده هنا، يعني اتجاه الصعود الصغير ده ممكن يخلص ويبدأ يعمل تصحيح هبوط تاني. يعني بصوا زي ما بيحصل هنا كده، صعود بعد كده هبوط، صعود بعد كده هبوط، صعود بعد كده هبوط. فالحتة دي بالنسبة لي مقلقة شوية لعملية الشراء، وخصوصا ان انا عندي منطقة فوق اهي بتاعة مقاومة، منطقة مقاومة فوق اهي علوية. فالسعر ممكن يطلع شوية ممكن، ولكن انا ما افضلش الشراء من المنطقة دي. طيب امتى اشتري بثقة كبيرة؟ لو السعر وصل لي لحد جنيه او جنيه و 0.05 مثلا المنطقة دي. لو السعر نزل لهنا اشتري، ده معناه ان السعر بعد كده هينطلق انطلاق كبير قوي. ليه انا بقول كده؟ لان السعر لما جه بيعمل لي عندي قمم، في عندي قمم رئيسيه، القمم الكبيره دي، وفي قمم فرعيه الحاجات الصغيره اللي هنا اللي جوه اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي الحاجات الصغيره دي. القمم الرئيسيه اللي هنا دي ما عمليش هنا قمه رئيسيه خالص كبيره، فمؤكد هينزل يعمل الاول قاع، بالتالي يبقى كون لي قمه رئيسيه ثم يبدا رحله صعود قويه. فانا ما افضلش الشراء في منطقه زي كده. خلينا نشوف السهم اللي بعده. مدينه مصر طاير برضو. يعني يا جماعه دي مش اسهم نشتريها. بصوا المنظر ده، انا ما بشتريش كده. يعني خلينا نرسم قناه صاعده، السعر صاعد ماشي، ولكن انا ايش ضمني انه هيفضل مكمل؟ فانا اشتري لما ينزل لي عند القاعده. يعني قلنا الكلام ده كتير، بس معلش برضو لازم نحلل لكل الناس طلباتها. طيب نشوف اللي بعده. ACAMD كنا محللين اهو، ان احنا قلنا في عندي منطقة هنا. خلينا بقى نخش على الفريم الصغير. بصوا كده اهو، كنا محللين اهو في الاتجاه العام صاعد، ولكن في عندي قناة هابطة. القناة الهابطة دي ممكن تخترق ولكن السعر مزنوق برضو لسه هنا. انا بالنسبة لي ده برضو لسه ما اكدش صعود نهائي المنطقة دي. يعني في عندي قناة تانية فرعية اهي اتبنت اهي دلوقتي. انا بالنسبه لي السعر لسه صاعد صاعد على المدى القريب، لكن على المدى البعيد انا ما اضمنش ان هو يكون بيعمل عمليه ريتريسمنت او تصحيح. طبعا احنا ما كنا راسمين الوتد ده او الباترن ده او الشكل ده، قلنا ان الشكل ده بيبقى غالبا انعكاسي. يعني لما يكون الشكل عامل كده السعر بيقوم نازل. بصوا نفس القصه هنا، انا عندي الشكل اهو السعر عامل كده، ممكن السعر يقوم نازل. فانا دي بالنسبه لي مش منطقه اشتري منها، وخصوصا ان انا عندي بصوا السعر عامل ازاي. طلع، خلينا نوضحها كده، طلع ونزل وطلع ونزل وطلع ونزل وطلع، وممكن ينزل وممكن ينزل. فانا بالنسبه لي على المدى البعيد ما افضلش دلوقتي شراء، ولا على المدى القريب ممكن السعر ينزل عليا. عايز انت بقى تخطف حاجه من جوه هنا من الفريمات الصغننه دي، تشتري من هنا بقى ويعلى لك شويه وينزل براحتك. لكن انا اللي انا شايفه على المدى القريب ان السعر عمل لي قمه وقاع، وقمه اعلى منها، وقاع اعلى، وقمه اعلى، وهيبدأ يعمل لي قاع صغير اهو، وقمة تساوت دبل توب. ممكن جدا 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 السعر يعكس عليك. انا ما بفضلش الشراء من المناطق اللي زي كده. ف مش برضو مش اجود حاجة. لو انت عايز تشتري بالنسبة لي مش اجود حاجة. على الفريم الاسبوعي اهو بصوا، خلينا نبص كده على الفريم الاسبوعي. ده بالنسبة لي على الاسبوعي طاير، يعني هو خلاص طاير، ولذلك عمال يحصل ايه؟ هبوط. بصوا نفس الفكرة هنا لما قلت لكم القمة طلعت بعد كده بدأ ينزل اهو. بصوا كده اهو، ادي قمة عالية، ادي اللي اعلى، بعد كده اصغر شوية، بعد كده بدأ السعر ينزل وعمل لي دبل توب اهم.
القمتين دول قد بعض، وادي المنطقة اللي ما بينهم كسرها ونزل بهبوط قوي. انا اقلق من المنطقة دي وللاسباب اللي انا قلتها، بالاضافة ان دي منطقة فيها مقاومة، السعر وقف عندها قبل كده ونزل، السعر وقف عندها قبل كده ونزل. فانا ما افضلش بصراحة، ممكن يقعد يطلع وبتاع وكلام من ده، انا ما افضلش اشتري حاجة زي كده. نشوف اللي بعده. MCQE برضو طاير، برضو طاير. يعني بصوا ده على الاسبوعي بالنسبة لي عامل كده اهو، او ده بالنسبة لي على الاسبوعي وارد جدا ان هو ينزل عليا، زي ما بيطلع بينزل، زي ما بيطلع بينزل، زي ما بيطلع ممكن ينزل. تعال نشوف على الفريم الصغير كده. ما افضلش بصراحة الشراء في حاجة زي كده، يعني ما افضلش حاجة زي كده، انا ما افضلهاش. ممكن لو انت بقى عايز تخاطر، استنى بقى اما يكسر لك شايف الحتة دي، هيقعد يلعب فيها شوية، ولما يكسرها لو عايز تخاطر بقى خد بقى مثلا لحد 24 ونص ولا حاجة. يعني هتبقى مخاطرة بصراحة، لأن ممكن السعر يفضل ينزل عليك زي ما حصل قبل كده في المناطق اللي هنا. فضل يطلع شوية، بعد كده وقف عرضي، بعد كده عمل لك اهو شوية شموع، شخابيط. بص يعني، بص شكل الشموع عامل ازاي، شوية شخبطة وبتاع، هوب السعر نزل. فأنا ما افضلش الحاجات اللي من النوعية دي خالص يعني. حتى تحليلها ما بيبقاش قوي يعني، الشموع اللي تقع وتطلع وبتاع ما بيبقاش التحليل فيها قوي. احنا بنحتاج عشان نحلل يا جماعة ان الوضع يكون منضبط، لا الاسهم طايرة قوي لفوق، ولا تكون هابطة قوي، ولا تكون بالمنظر ده. احنا بنحتاج حاجة شرط يكون طبيعي طبيعي. هحاول لو شفت شرط طبيعي اقول لكم ده الشرط الطبيعي. خلينا نشوف اللي بعده. ISMQ طاير، انا ما بشتريش حاجه زي كده، ما فيهاش كلام. اللي بعده دومتي طاير، انا ما بشتريش حاجه كده. اللي كان عايز يشتري كان يشتري من تحت، يشتري من تحت، يشتري من تحت، ما اشتريش من فوق قوي كده، ده ممكن يعكس عليك عادي جدا جدا جدا. اللي بعده ZEOT طاير، انا ما بشتريش حاجه من فوق كده، انا ما بشتريش حاجه من فوق ولا كده. انا بالنسبه لي اللي شاري اصلا دلوقتي المفروض يبيع، واللي قبله كان نفس القصه اهو. قناه برضه صاعده، بصوا المنظر، ادي قناه صاعده اهي، قناه صاعده، بس هو فوق في سقف القناه، هيعمل ايه غير ان هو ينزل؟ طب ولو كمل للمره المليون براحتك، عايز تشتري اشتري، انا ما بشتريش حاجه كده. نشوف اللي بعده. مينا طاير، بس ممكن يكون في فرصه على الفريم الصغير، يعني ممكن تلاقي فرصه بقى على الفريم الصغير لو عايز تشتري. استنى بقى القناه دي كده ايه، استنى اوضحها لكم كده اهي. يعني اصبر، السعر ممكن ينزل له حبة كده صغيرين وممكن تشتري لو عايز. انا ما برضو ما افضلش، بس يعني من الفريم الصغير ممكن ان انت لو نزل السعر شوية حبة حلوين كده ممكن ان انت تشتري وتحط بقى. وممكن وقف خسارتك هنا، يعني هو السعر عمره ما هينزل لهنا، ممكن تحط وقف خسارتك تحت اخر قاع، اخر قاع الرئيسي، فتحط وقف خسارتك هنا مثلا. يعني لو السعر وصل لحد 1.4 خلاص هتبيع بخسارة وخلاص، ده لو انت عايز تخش حاجة مضاربة كده سريعة يعني. لكن انا ما بفضلش برضو الشراء في الحاجات اللي كده أوي. طيب نشوف اللي بعده. ETRS. ما انتوا بتجيبوا الاسهم دي منين؟ انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ برضو لا، ما اشتريش انا هنا، اللي شاري اصلا يبيع. بالنسبه لي انا، اللي انا لو شاري من تحت من هنا هبيع، ما حدش يبقى شاري من هنا ويقول لي خلاص انا بعت وبعد كده طلع. انا ما بتكلمش على اللي شاري مثلا من سعر 4.5 والمفروض يبيع، انا بتكلم لو انا شاري من تحت كده المفروض ابيع دلوقتي، ده ميعاد ان انا ابيع اصلا. يعني ابقى شاري ب2.5 ابيع ب5، فانا كده كسبت 100% على راس مالي. لكن اجي اشتري ب5 ينزل عليا، ما مش عارف انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين. تعال نشوف اللي بعده. ايتل طاير برضو، انا ما اشتريش دلوقتي، انا استنى اما ينزل لي هنا كده اهو، اعمل كده واستنى اما ينزل لي هنا يرخص. ما باخدش حاجه غاليه، انا باخد حاجه رخيصه اكسب فيها لما تطلع، مش هاخد حاجه فوق تنزل عليا تخسر. يا جماعه دي تجاره،
بصوا انا عشان بس تفهموا كده، لان كل فيديو بعيد نفس الكلام، وهفضل على فكره اعيد يعني ما عنديش مشكله، لان في ناس جديده بتتفرج علينا. واتفرج على الفيديوهات القديمه هتستفيد كويس جدا، يعني ما تهملش الفيديوهات القديمه. دي تجاره يا جماعه، انت بتشتري البضاعه بسعر رخيص وتبيعها بالغالي، ما تجيش تشتري بضاعه غاليه وبعد كده تبيعها بالرخيص. انت بتشتري حاجه رخيصه تبيعها بالغالي، فاهم الفكره؟ دي تجاره. لو بصيت للموضوع على انه تجاره هتفهم قصدي، ده تجاره. بنشتري برخيص ب 30 نكسب 40 يبقى كسبنا 30%. بتشتري ب 30 تبيع عند 40 يبقى كسبت 30%. تجاره. خلاص. لكن اشتري ب 40 فينزل عليا، لا. عايز بقى انت تشتري بقى وتقعد بقى ويقعد ينزل عليك ويطلع، وممكن ينزل لتحت ويطلع، دي قصتك بقى. وتفضل فلوسك محبوسة، دي قصتك. عشان في ناس تقول لك ما هو كده ولا كده هيطلع، ماشي كده ولا كده هيطلع، بس انا ليه اقعد استنى؟ بص ده اسبوعي، عارف يعني ايه اسبوعي؟ يعني كل شمعة من دي باسبوع. ليه استنى اسابيع؟ يعتبر هتبقى شهور، طبعا شهور نازل وشهور طالع على ما يوصل للسعر اللي انا جبته، وشهور طالع على ما يوصل للسعر اللي انا عايزه. يعني استنى ليه سنة على فلوسي؟ يعني ما طب ما اخد حاجة رخيصة وتطلع. هتلاقي اسهم تانية كويسة بنقولها، وهتلاقيها في الكام فيديو اللي قبل دول خلال الاسبوع ده. لو هتشتري او هتبيع، ما ترجعش في الفيديوهات لاكتر من اسبوع. لو هتشتري او هتبيع او الكلام ده في الفيديوهات اللي انا منزلها. عايز بقى تتعلم، لا اتفرج على كل الفيديوهات، ما عندناش مشاكل. لكن شراء وبيع دايما الفيديو اللي تتفرج عليه ما ترجعش في اكتر من اسبوع في الفيديوهات اللي قبله. تعال نشوف اللي بعده. MCRO. ده ايه ده؟ ده طارق، ده تقريبا شفناه في فيديو من يومين ولا حاجة، اتكلمنا عنه ده باين ولا ايه؟ ده طارق خلاص ده. ده اللي انا بتكلم فيه. ده اللي انا بتكلم فيه. بص اللي شاري من تحت اشترى بكام؟ اشترى ب3، هيبيع ب3.80 ولا ب4 ولا بتاع، يعني يكسب له بتاع 30%. اشترى ب3 باع ب4. ده اللي انا بتكلم فيه. اشتري من تحت كده، ما اشتريش من فوق. ما اشتريش من فوق يعني. ده حلو ده، بس طبعا خلاص يعني ما فيهوش مجال انك تشتري، وشموع فوليوم قوية جدا وبتاع، ما بقاش فيه مجال ان انت تشتري يعني. وبس ده شوية الأسهم اللي معانا. لو في عندكم أي أسهم عايزين نحللها اكتبوها لي في الكومنتس، وما تنسونيش في موضوع اللايك وتعمل شير على الجروبات يا ريت، عشان الناس كلها تستفيد والمحتوى يوصل لكل الناس، وأنا أنزل فيديوهات أكتر طالما الاقي إن في دعم وفي ناس بتتفرج وفي تفاعل معايا. شكرا ليكم.